دفعة 2025 أهلا بيكم. النهارده ميعادنا مع فيديو جديد ومعلومات جديدة هتفيدنا إن شاء الله عن البلانت اللي هندرسه السنة دي. هنتكلم النهارده عن الربط بين موضوعين، السنسيتيفيتي امبلانت والموفمنت امبلانت. درسنا السنسيتيفيتي السنة اللي فاتت، من السنة دي إن شاء الله هندرس الموفمنت، فلازم تعرف بعض المعلومات دي. تعال نشوفها مع بعض. درسنا السنة اللي فاتت السنسيتيفيتي بتو فورمز، اتكلمنا عن الميموزا والريسبونس بتاعتها للتاتش والداركنس، ودرسنا كمان التروبيزم اللي هو الانحناء. تعال نفتكر الاول ايه اللي كان بيحصل لما اي حد يعمل تاتش للميموزا اللي كنا بنقول عليها بالعربي نبات المستحيل. اي تاتش هيحصل للميموزا ليفز زي ما انت شايف كده، هتلاقي ان الليفلتس كولابس، الاوراق قربت من بعض as if they are wilted، كانها دبلانه، وبمجرد ما هتبعد ايدك عنها هتبص انها ريتيرن اجين للاوريجينال بوزيشن بتاعها، هترجع زي ما كانت وكأن ما حصلش حاجه. درسناها السنه اللي فاتت انها سنسيتيفيتي، وهندرسها السنه دي بنفس التفاصيل بالظبط، وان هي طبعا كمثال على الموفمنت. نفس الكلام اللي الميموزا بتعمله لما يجي عليها الداركنس، فبمجرد ما الدنيا تضلم عليها هتبص تلاقي ان كل الليفلتس بتاعه البلانت قربت من بعض، كأن ده بيعبر عن حاله سليبنج موفمنت. وبمجرد ما الضوء يرجع تاني الصبح هتبص تلاقي ان الليفز ريتيرن للهوريزونتال بوزيشن بتاعها تاني، وده بيعبر عن awakening موفمنت، حركه يقظه مره تانيه. تعال نفتكر بقى دلوقتي بعض المعلومات المهمه عن التروبيزم. اولا كده لو مش فاكر، فالتروبيزم معناه التاني كيرفيتشر. زي ما انت شايف كده البلانت ممكن يحصل له كيرفيتشر toward some stimuli، باتجاه بعض المؤثرات زي اللايت وزي الووتر وزي الجرافيتي. واكتر عالم كان شرح لنا الكلام ده كان بويسن جينسن، شفناه في ثانيه ثانوي وهنشوفه السنه دي برضه من خلال شرحه لحاجه مهمه جدا وهي الاوكسنز. هفكرك دلوقتي يعني ايه اوكسنز. فالاوكسنز هي واحده من اهم البلانت هرمونز، واللي بتاثر جدا في الجروس بتاع البلانت ده، غير كمان انها بتتاثر قوي بالاكسترنال فاكتورز زي اللايت والووتر والجرافيتي. هنشرح دلوقتي مثال التروبيزم باللايت. زي ما انت شايف كده بالنسبه للفوتوتروبيزم، لو اللايت جاي بشكل فيرتيكالي فالبلانت لا هيحصل له كيرفيتشر لا يمين ولا شمال، وهيفضل يحصل له جروس ابورد عادي. لكن لو اللايت جاي من اتجاه واحد فاكيد هتبص تلاقي ان الستيم والروت هيتاثروا، فهتلاقي ان الستيم راح باتجاه اللايت والروت راح بعيد الناحيه الثانيه. وده اللي فسره لنا بويسن جينسن من خلال الاوكسن ديستريبيوشن. فاذا كان اللايت نازل على البلانت بشكل فيرتيكالي هتلاقي الاوكسنز ديستريبيوتد 50-50 على الجنبين. انما لو اللايت جاي من جنب واحد فهتبص تلاقي ان الاوكسنز ار ان ايكوال ديستريبيوتد. دايما الاوكسنز بتهرب بعيد عن الضوء، وبالتالي هتلاقي ان الجانب اللي فيه الاوكسنز اكتر في الستيم كان بينمو اسرع. انما بقى في الروت العكس، الجنب اللي كان فيه الاوكسنز اقل هو اللي كان بينمو اسرع، وعشان كده كنا بنقول على الستيم ان هو بوزيتيف فوتوتروبيك والروت كان نيجاتيف فوتوتروبيك. نفس الكلام بالنسبه للجرافيتي، فانا بفكرك ان الروت كان بيحب الجرافيتي والروت كان بوزيتيف جيوتروبيك، والستيم كان بيبعد عن الجرافيتي فكنا بنقول على الستيم ان هو نيجاتيف جيوتروبيك. اما الووتر فكان عندنا نوع اسمه هايدروتروبيزم، وده كان بيأثر على الروت بس، ودايما الروت بيروح باتجاه الووتر، فعشان كده كنا بنقول عن الروتس انها بوزيتيف هايدروتروبيك. اتمنى نكون افتكرنا بعض المعلومات عن السنسيتيفيتي ان بلانت اللي هتفيدنا كتير جدا بالموفمنت، لان احنا هندرس الكلام ده تاني ان شاء الله السنه دي. اشوفكم في فيديو جديد، وباذن الله نكون استفدنا النهارده. مع السلامه.